مثل الفراشة ناعمة وخفيفة ومهضومة، ومع رقة الحضور والجمال الطبيعي والغنج البريء، في صوت بيحمل جواته فرح بلامس القلب وأغنيات مليانة حياة. الفنانة اللبنانية جورجات صايغ. بدايات جورجات صايغ كانت مع الكورال بجوقة أنطلياس، وقتها كان عمرها 16 سنة بس، وسمعها الموسيقار عاصر رحباني هي وعم بترتل، ورجع سمعها مرة تانية على أحد مسارح الهواة وانعجب بصوتها، فحكي مع بيا كرمال يصير في تعاون فني بيناتهم. جورجات صايغ صرحت انه الفنانة صباح هي يلي حببتها بالفن، انها كانت دايما تدعمها وتشيد بأدائها قدام عاصر رحباني، ومن وقتها صار يعطيها ادوار غنائية بمسرحيته. ومن مسرحية جبال الصوان سنة 1969 نقلت فراشة المسرح الرحباني بين الغناء والتمثيل على مدار 11 سنة، وسنة 1973 اختار زياد الرحباني لتكون بطلة أول عمل مسرحي له، مسرحية سهرية. عضو القمر مشاني حبيبي ولوحنا السهر بالغاب القريبي، عضو القمر عضو القمر عضو القمر مشاني حبيبي. ومين ما بيذكر بومرعي يلي سمعه تقيل، وسلمى يلي ما بتخلص طلباتها بالديو الأشهر يلي عملته جورجات صايغ مع الفنان الكبير وديع الصافي. شو قلتي؟ بدي فواكي يا ابو مرعي. تكرم عينك يا سلمى. لحمة وخضرة. شو قلتي؟ عبدت لك لحمة وخضرة. يا مسكين يا ابو مرعي شو سمعه تقيل. يا مسكين يا سلمى شو سمعه تقيل. جورجات صايغ قدمت أيضا كذا ديو ناجح مع فنانين كبار مثل مروان محفوظ، ويليام حسواني، وأكيد ملحم بركات. بلغي كل مواعيدي وقت اللي انتي بتريدي. بلغي كل مواعيدي وقت اللي انتي بتريدي. وحياتك بنكر ايدي بنكر وحياتك. العصفورة الصغيرة هيدا كان لقب جورجات صايغ على مسرح الرحابنة، وكانت مدللة كتير من الكل. ما ودعونا حبايبنا راحوا ما ودعونا. أكثر من 300 أغنية قدمتهم جورجات صايغ خلال مسيرتها الفنية،
أغنيات بعدها لليوم عم تتغنى بالمطاعم والحفلات وبأصوات فنانين كتار، وهيدا دليل على قوة المحبة لهالفنانة يلي بتتمتع بموهبة كبيرة وتواضع حقيقي. ساعة نطرني، جمعة نطرني، شهور نطرني وآخرتها معه. ليلي سهرني، ليالي سهرني، سنين سهرني وآخرتها معه. لكن العلي شو ما قال